هو ليه الناس مبسوطة بظهور أحمد مكي في آخر مشهد من مسلسل كارثة طبيعية؟ الحلقة العاشرة من مسلسل كارثة طبيعية كانت نهاية مفتوحة. أحمد مكي شاف بالصدفة السكريبت بتاع محمد وهو في الاستوديو وداخل يصور البرنامج، وقرأ صفحتين منه وعمل رياكشن كده إن هو عجبه والمسلسل خلص. إحنا كده المفروض نفهم إن خلاص كل مشاكل شروق ومحمد اتحلت. أنا متأكدة إن الحلقة الأخيرة دي لو كملت اللي هيحصل إن أحمد مكي هياخد السيناريو ويكلم حد يقول له أنا لقيت قصة الفيلم بتاعي اللي جاي وانا داخل تصوير دلوقتي، ولما اخلص هحكي لك. واول ما ابتدوا التصوير يحصل ماس كهربائي والاستوديو كله يولع بالناس اللي فيه. ما هو مش ممكن كميه النحس اللي ملحقه شروق ومحمد من اول المسلسل. هصرف عليهم منين دول؟ يعني البامبرز بس اكتر من مرتبي؟ طول ال10 حلقات اللي فاتوا احنا عايشين معاهم خناقاتهم ومشاكلهم ومعاناتهم. بس ليه المسلسل يخلص وانا افضل شايله همهم وهم ال8 عيال؟ يا ماما الوضع اللي انا فيه ده وضع مش طبيعي. انت سبت الشغل والايجار اتضاعف عليا، يعني كلها شهر بالكتير مش هنلاقي ناكل ولا نسكن في حته كمان. افضل افكر طب لو مكي اشترى السيناريو هيشتريه بكام، والفلوس دي هتكفيهم قد ايه، وتشتري كام علبه لبن، وتجيب قد ايه بامبرز، وافكر اعمل جروب على الواتساب عشان نعمل شفتات نساعد شروق في شيل العيال. واكيد لازم نجمع لهم مبلغ كل شهر يساعدهم في المصاريف. ليه تشيلونا كل الهم ده واحنا ناقصين؟ كنت عايزه نهايه سعيده تطمنا وتفرحنا وتخلينا راضيين حتى لو مش واقعيه. ما فيش حاجه ينفع نعملها هنا ما عملناهاش. بس عايزه اقول كذا حاجه على اخر حلقتين. مشهد محمد ممدوح كان خطير ويجنن، وإفيه حمزة العايلي وهو لابس لبس التمريض البامبا وقال كلمتين ما خدوش ثانيه، وانتي مالك، بس بجد قالها بطريقه رهيبه وبتضحك جدا. بصراحه انا بحب مكي جدا، ومعروف ان هو بيساعد ناس ان هم يظهروا ويشتهروا، فده كان احسن حد ممكن يقفلوا بيه المسلسل ده، غير موقفه هو ومحمد فراج لدعم محمد سلام. مش هتكلم تاني عن الحاجات اللي اتكلمت عنها قبل كده في الفيديو بتاع اليوتيوب، ممكن اللي ما دخلش على القناه يدخل يشوفه. بس بجد اسعدتونا جدا، وحسينا ان شروق ومحمد دول ناس قريبين لينا ونعرفهم، وحد من صحابنا وقرايبنا، وشايلتونا الهم، وشكرا. عايزه اعرف بقى رايكم بصراحه، نهايه مسلسل كارثه طبيعيه انتوا راضيين عنها ولا كنتوا تفضلوا نهايه تانية؟ طب شغلوا بقى الكرياتيفيتي بتاعتكم، وعايزه حد يقول لي فكرة أو حاجة حلوة جدا كان المسلسل ممكن يخلص بيها. وكفاية كده عشان أتعب.